ارتفاع مجنون في اسعار سوق الهاردوير. سبب وراء ان انا ما بعملش اي تجميعات حاليا وان انا مش عارف اعمل تجميع لان الاسعار مش ثابته. يعني مثلا انا بسجل يوم الاربع مثلا عن تجميعه معينه، هنزل فيديو يوم الجمعه هيكون الاسعار غليت. التجميع اللي المفروض تبقى ب6000 جنيه هتلاقيها بقت ب7000 جنيه. اس دي النهارده ب1000 جنيه، ال128 جيجا اللي هو حرفيا كبيره قوي، ويندوز وبريمير، وهيبقى اتملى على اخره. اتش دي دي ال 500 جيجا المستعمل ب 700 جنيه النهارده في المحلات. جي تي اكس 1050 تي اي ال 4 جيجا النهارده تقريبا ب 5000 جنيه، بعد ما كنت بجهز تجميع لواحد صاحبي، فكنت جايب له ال 1050. ساعتها زعلان ان انا جايب له كارت شاشه ب 3000 جنيه. انا صاحبي باع الكارت النهارده 5000 بالظبط. انا قعدت ازعق له، قلت له يا ابني انت بتبيع كارت ليه؟ انت بتبيع الكارت ده ليه؟ الاسعار لسه هتزيد، الاسعار مش هتقل. حرفيا انا كل فيديو حرفيا هعمله سواء بحكي عن الموضوع ده او مش بحكي عن الموضوع ده، اقول لك الحق نفسك لو عايز تجيب تجميعة هاتها من دلوقتي. اسالني انت عاوز تجميعة في رينج سعر كام تحت في الكومنتات. عايز تجميعة في رينج سعر معين وانا مش هعمل لها فيديو، انا غالبا هرد عليك في الكومنتات هقول لك عليها القطع. ان انا صعب جدا جدا ان انا اعمل فيديوهات، لان الفيديوهات بتاخد ايام على المونتاج، السكريبت، التسجيل والكلام ده كله. فلو انت عاوز تبيع قطع الهاردوير، فمبدئيا حاليا سعر الدولار، وده في كل العالم بسبب الحروب بتحصل بين امريكا واسرائيل وايران والوطن العربي، وقفل مضيق هرمز او اللي عطل تجارة العالم تقريبا بنسبة 70% ولا حاجة. ده رفع من سعر الدولار، رفع من سعر البترول، رفع من سعر اي سلعة حرفيا بتتباع. يعني شاشات، كيبوردات، ماوسات، كروت شاشة، معالجات، هاردات، رامات، بوردات، كل ده اسعاره زادت. يعني كارت الار اكس 550 ال 4 جيجا، الكارت ده انا كنت من وجهة نظري من 5 6 شهور ان الكارت ده حرفيا افضل كارت اقتصادي في العالم. الكارت ده حرفيا كان ب 1400 جنيه، ب 1500 جنيه من على اوليكس. ما ماتش قوي يعني، بقاله 8 سنين. 4 جيجا في رام، الشباية بتاعته ضعيفة بس ب 1400 جنيه وبياخد 40 ولا 50 واط، فكارت كده اقتصادي. ما دلوقتي الكارت ده ب3200، كارت شبايته ضعيفة قوي يا مؤمن، شبايته ضعيفة قوي برضو. لا معلش، هو كارت ب3200. ال750 تي اي ما هو ب2.5. هقولك ال750 تي اي ده كارت بقاله 12 سنة. عارف يعني ايه 12 سنة؟ نرسم مثلا صورة كده، في واحد اشتراه اول ما نزل في 2014، قعد معاه سنتين لحد 2016، بعد كده باعه لمحل، والمحل ده خده استخدمه فترة كده في جهاز المحل نفسه لحد ما باعه لسايبر في 2017. فان السايبر ده فضل محتفظ بيه لحد مثلا 2020، يعني قعد معاه 3 سنين. انت عارف السايبر ده، فطبعا بتبقى جهاز الشعب الاتش بي 800 جي 1 او 600 جي 1، اي 5 جيل رابع المعالج، ورامات 8 وهارد 500. والكارت ده بيفضل شغال في الكيسة دي 3 4 سنين، كل يوم تقريبا 10 ولا 12 ساعة ولا حاجة، ده متوسط. يعني في سايبرات تفضل شغالة 15 ساعة والجهاز ما بيتقفلش، بيفضل شغال. ده اللي يخلي الكارت حرفيا يجي في ايدك كده يكون الكارت بينهك. اسمع بس، انت تشيل الكارت بقى من 2020، واحد اشتراه قعد معاه سنتين لحد 2022، كل الكارت ده اهو بيستخدم، فاهم، واتهلك، قعد يتباع من ده ويستخدمه في ده واللي يستخدمه في ده لحد ما يوصل في ايدك انت في 2026 بعد 12 سنة من استخدام. انت متخيل شباية الكارت دي ايه اخبارها؟ عارف يعني ايه الشباية بقالها 12 سنة بتستخدم؟ ايه اخبار الفي رام بتاعت الكارت ده؟ كويسة. ال 2 جيجا الفي رام. المروحة بتاعت الكارت ايه اخبارها؟ اللي انا متاكد ان المروحه دي حرفيا هيبقى صوتها مكنسه، يا اما حبه كده وهتعطل، الا اذا المروحه مش متغيره اساسا. ان انت حاليا تبني تجميع في 2026 هي للاسف مش عارف، مش السنه المناسبه. مش عارف اقولك استنى ولا الحق اشتري قبل ما الاسعار. بص، علشان الاسعار ترخص هنحتاج ان النزاعات دي تقف، المشاكل بين مضيق هرمز يتفتح، فساعتها بقى الدولار يبتدي ان هو ينزل، الاسعار تبتدي ان هي ترجع تاني تنزل شويه. عارف النهارده البلاي ستيشن 5 بكام؟
نسخة الديجيتال على امازون ب36,000 والنسخة العادية بتاعت ب38,000. البلاي ستيشن 5 داخل على 40,000 جنيه. انت متخيل؟ فرق زي ال50 تقريبا ب20,000. عارفين اسعار خيالية واسعار مش قيمة مقابل سعر تماما. حاليا الاسعار مش تمام جدا. طب واحد مثلا عنده قطعة عاوز يبيعها، احب اقولك مثلا استنى اسبوع او اسبوعين، الاسعار زادت ساعتها بقى وابقى بيعها، لان حاليا الاسعار مش مستقرة تماما. السوق طالع ما بينزلش، يعني كان الاول بيطلع بينزل، لا في كل العالم طالع. في نقص في الرامات بطريقة صعبة. رامات الDDR4 والDDR5 حرفيا سعرها بقى غبي جدا. الرامات دي انا نسيتها لان الفيديو ده مش محضر له اي سكريبت. الرامات دي انا نسيتها. الرامات يا جدعان سعرها من قبل حتى الحروب والكلام ده سعرها بقى عالي قوي من ساعة ما الذكاء الاصطناعي نورنا. شركات الذكاء الاصطناعي زي جوجل اللي عامله جيميناي مثلا تبقى محتاجه رامات كتير قوي علشان تقدر ترد على كميه الناس اللي بيسالوا في نفس الوقت، اللي عاوز منه صوره، اللي عاوز منه مذاكره، اللي بيسالوا على حاجه شخصيه. الكلام ده كله بيحتاج رامات. فساعتها الرامه ال4 جيجا DDR3 النهارده ب420 جنيه او ب450. انت فاهم يعني ايه 2 في 4 رامات؟ 2 في 4 ب8 جيجا DDR3. يا دوبك 8 جيجا رام دول يكفوا الويندوز تقريبا. فاهم؟ قرب ال900 جنيه، بقرب ال1000 جنيه يا مؤمن. فاهم يعني ايه كده؟ حرفيا اسعار ما تفهمش بقى المفروض الواحد يعمل ايه عشان يضايق الاسعار دي. مش عارف الصراحة إلها حل. فحد عنده اي سؤال يا ريت ينزل يكتبه لنا تحت في الكومنتات، هتلاقيني رديت عليك على طول. ما تنساش ان انت تعمل لي لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. بس كده يا رجالة، سلام.